اهلا بيكم معانا في برنامجكم طعم تاني، والنهارده يوم جديد ان شاء الله يكون يوم سعيد. النهارده اخر يوم في اسبوعنا يوم الخميس. احنا دايما تعودنا ان احنا يوم الخميس بنعمله يا اما معانا اطفال يا اما بنعمله حلويات. النهارده هنغير خالص وهنعمله سوشي. بس ده مش معناه ان احنا غيرنا وما جبناش اطفال، ان احنا بس احنا منتظرين ان احنا هنبتدي نعمل المسابقه بتاعتنا ونعلن لها ان مين اللي جاي معانا ان شاء الله. يكمل بس عدد الاسماء اللي احنا عايزينهم والسن المرحله العمريه اللي احنا عايزينها، ونبتدي نعلن عنها ان شاء الله ونبتديها مع بعض، وهتبقى مسابقه ممتعه جدا بوجودكم معانا. النهارده باذن الله هنعمل سوشي. طب ايه هو السوشي وبدا امتى؟ السوشي بدا في ايام الحرب العالميه الثانيه. بدا كان في مركبه في البحر، وطبعا في اليابان، وحصل ان ما كانش معاهم لا نار ولا اكل ولا اي حاجه. كان اللي موجود كان في عسكري قاعد على المركبه من فوق، واصطاد بالسن بتاع معاه زي السلاح كده، راح مصطاد بيه سمكه نيه وطلعها وفتحها ونضفها واكلها نيه. بس لما جه ياكلها نيه كان عنده شويه صويا صوص وشويه حاجات اللي هم متعودين عليها، والحاجات السبايسي شويه، حطها عليها واكلها فاستساغ طعمها. بعد كده بدا ينتشر السوشي واتعملت له مدارس كتير جدا، واتعمل له مطاعم بتقوم بفكر كامل على اكل السوشي او السمك الني، اللي الناس فاكره ان السمك الني فيه بكتيريا. انا معاكم ان هو فيه بكتيريا، معاكم انه فيه مشاكل لو انا اكلت السمك الني زي ما هو من غير ما اديله فليفر او اديله تيست، او ان انا اقاوم البكتيريا اللي ممكن تنشط من السمك اللي موجوده. السمك الني بيتاكل لو انا دخلت عليه حاجه اسمها واسابي، والواسابي ده نوع من انواع الصوصات اللي مشهوره جدا 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 في اليابان وفي الصين او في شرق اسيا. الواسابي ده بيتعمل من الفجل معاه شويه جينجر معاه فلفل اخضر، وهنعمله مع بعض النهارده. بس في نوع من فجل مشهورين جدا بيه في الصين، وهي اكتر بلد تقريبا بتزرعه. الفجل ده بيجيبوه وبتبقى الفجلايه نفسها حراقه. لو تفتكروا لما كنا بنجيب الفجل ناكل راس فجله كده ونقول ايه ده حراق قوي. الحراق ده هو ده المهم، ان هو يبقى سبايسي شويه. لا، ده الفجل ده هو بطبيعته مقاوم للبكتيريا، وبيقتل اي بكتيريا او اي فطريات بتنشط، وخصوصا في من السمك، وخصوصا في السوشي بالذات. فالنهارده هنعمل شويه صغيرين مع بعض، وهنقول بيتعمل ازاي. هنعمل شويه وسابي صغيرين، وقلنا ان ده فجل مخصوص بيجي اللي هو الفجل صيني او ياباني، موجود تجيبوه. لو لقيتوه في السوبر ماركت هاتوه، ما لقيتوش هتجيبوا الوسابي. في خلطه الوسابي موجوده جاهزه، ممكن تروحي تشتريها جاهزه زي ما هي. هاخد كده حته من الفجل وهبتدي اقطعها عندي حتت صغيره، عشان انا هفرم ده مع بعضه. يبقى كده اخد حته كمان عشان نكمل للاطباق اللي احنا هنعملها. يبقى كده حته فجل حلوه كده هاخدها عندي اهو. يبقى انا قطعتها بس عشان اسهل الفرم. بعد الفجل هحط ايه؟ هجيب فلفل. طبعا لو عايزه لون الوسابي بيبقى اخضر. لون الوسابي بيبقى اخضر. لكن لو انت عايزاه تعمليه بلون، طبعا فلفل لازم يكون حراق، مش فلفل مش منظر يعني. ماشي. باخد كده الفلفل بشيل منه البذر اللي جواه، وهبتدي اجهز الخلطه بتاعتي واركنها على جنب. يبقى دي نمره واحد عملناها مع بعض. قلنا عباره عن ايه؟ جينجر فلفل حامي اخضر. هجيب حتتين فلفل كده حلوين. بصوا اللون الاخضر الجميل ده هو اللي هيبقى الطابع الاساسي اللي موجود عندي. كلام جميل لحد كده كويس. هجيب مع الخلطه دي جينجر فريش، حته جينجر فريش كده. انا ممكن ابشرها وممكن نخليها تتضرب اصلا على طول، ما ضيعش منها اي جوس. لا، انا احطها زي ما هي. يبقى كده الجينجر فريش بتاعنا الجميل اهو. هاخد الجينجر ده هنا، وهاخد شويه جينجر كمان دراي يعلوا معايا التيست. يبقى شويه جينجر دراي وشويه جينجر فريش كده. دول جاهزين. هرمي عليهم سنه خل صغيره، وهدي معلقه سكر، رشه سكر صغيره. يبقى كده رشه سكر صغيره وخل، وحطيت عليها الفلفل والجينجر. وتعالوا نعمل شويه الوسابي اللي احنا عايزين نعمله. هلف كده. قفلت. فين
يبقى احنا لازم نزق دي كده. الامان بس. لازم تتلف كويس. تاني. ينفع كده يا ريس؟ نجرب تاني. عادي بتحصل معانا كتير. بالباسورد اه. هشغلها ما تقلقش. طيب هشوف بس الكهرباء، ممكن يكون مش واصل الكهرباء. اديني فرصتي. تاني. مين اللي مش اللي باصص لي فيها النهارده؟ ها المفروض تكت الامان تكت يا ريس. نكمل. لا هنكمل ممكن. طيب بص، على ما اجهز انا دي الخلطه هضربها، مفيش مشاكل خالص. هنركنها على جنب وهضربها وهعملها، بس لما اطلع فاصل كده صغير هعملها. بس قبل ما نطلع وقبل ما نروح نعمل اي حاجه تعالوا نعمل الرز. يبقى احنا دي الخلطه اللي احنا قلنا عليها، الفجل والفلفل وكله حطيناه هنا، وهتتضرب يعني هتتضرب مش بمزاجها. وتعالوا نعمل مع بعض دلوقتي. هنشغل الخلاط بتاعنا ونخليه يضرب. تعالوا نعمل الرز. الرز بتاعنا ظريف جدا. هجيب خل رز. خل رز هتروحي تشتريه من السوبر ماركت، هتلاقي فيه خل معمول من الرز. ما لقيتيش هات الخل بتاعنا العادي خالص، مفيش مشاكل. هجيب رز تقريبا كوبايتين من الرز، وهجيب سكر، وهجيب معايا رشه ملح صغيره وميه. ادي الميه. بصوا الفكره بسيطه، مفيش حاجه صعبه. هاخد الرز بتاعنا يتغسل 3 4 5 مرات كويس قوي. بصوا الرزايه تتغسل وتنضف تماما. وبعد ما تتغسل، الرز المصري بتاعنا او الرز الصيني، في رز مخصوص للسوشي ما لقيتوش برضه، احنا مش عايزين نصعب على نفسنا الموضوع، ممكن اعمله بالرز المصري العادي. هاخد شويه ميه في الحله كده، يبقى عندي تقريبا كوبايه ميه في الحله. هاخد عليها رشه سكر صغيره في الحله. مع بصوا شويه سكر. يا مدحت، الو مدحت باشا، الو. طب اتصل بينا تاني يا مدحت، انا شكلي النهارده كل حاجه بتعمل وبتفصل. هحط رشه ملح صغيره جدا، وهقلب ده وتسخن معايا. يبقى الميه عندي كده. اول ما تسخن شويه هبتدي انزل بالرز. يبقى عندي الرز تقريبا كميه الرز اللي انا هحطها دي تاخد معايا 350 400 مللي ميه. مش هحط ميه كتير، انا بس هسخن كده الميه بتاعتي، وحطيت عليها سنه ملح وسنه سكر صغيره، واسيبها تسخن معايا كويس جدا. وعلى ما تسخن الميه يبقى انا حطيت شويه ميه صغيرين تقريبا 400 مللي ميه لكوبايتين رز. يبقى كوبايتين رز بتوعنا اهم. وهبتدي اسوي واسيبه يستوي براحته خالص على نار هاديه. بس اما الميه تسخن معايا نحط الرز عليه. تعالوا نجهز الخلطه بتاعه الرز الثانيه، لان الرز ما بيتعملش بخلطه واحده، بيتعمل بخلطتين، وخصوصا الرز الايه؟ السوشي. هنجيب فنجان او كوبايه، اي كوبايه عندي، وهجيب شويه خل. بصوا معلقتين خل رز، وعلى معلقتين الخل الرز معلقه سكر. يبقى خل رز وعليه معلقه سكر، معلقتين ومعهم معلقه سكر. وهقلب الكلام ده. ممكن تاخد اكتر من كده، تاخد اكتر من كده. يبقى كده انا بجهز الرز بتاعي. وانا بحب اضيف له كمان علشان يديني طعم حلو يا علي. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله يسلمك. ازيك يا كابتن خالد؟ ايوه ازيك يا باشا؟ حضرتك كابتن خالد؟ خالد ان شاء الله يا فندم. شيف خالد معاك. انا من الاسماعيليه. اجدع ناس يا عم الاسماعيليه وناس الاسماعيليه. كنت عايز اتكلم معاك يعني على القهوه عشان الماتش الاسماعيلي والزمالك يعني. انت قصدك خالد الغندور حبيبي. انا برضو ممكن نقدم كوره ونقول مبروك للاسماعيلي. الو. مبروك طبعا للاسماعيلي، كسب ماتش، كان ماتش جميل امبارح، الاسماعيلي والزمالك. والاهلي برضو كسب، عمل ماتش حلو. احنا نجيب خالد معانا الساعه 1 الظهر، ايه رايك؟
يا بندق انا بعمل لك دعوه اهو تيجي معانا الظهر هنا وتسيبك من برنامج بالليل ده. كويس. الميه عندي تسخن، سايبها على النار تسخن شويه، وبعد كده نبتدي نضيف عليها الرز. اكون انا جهزت. انا بحب هنا اعمل ايه بقى؟ ده وهو شغال كده هنزل عليه برشه صغيره من الصويا صوص. يبقى كده الخل، وهرش عليه رشه صغيره من الصويا صوص، يبقى الخل والسكر، وحطيت عليه رشه صغيره من الصويا صوص واقلبه كويس جدا. بقى جاهز عندي خل رز، وحطينا عليه شويه سكر، وحطينا عليه شويه صويا صوص، ويفضل يجهز معايا كده، واقلبه لحد ما يدوب السكر تماما في الخل. طب سكر مع خل مع صويا صوص في رز ينفع كده؟ ينفع. ما دام انتم موافقين خلاص انا موافق. كويس. الميه بدات تسخن معايا، تاخد وقتها، ما تستعجلوش الميه بالذات، سيبوها تسخن براحتها. هنقص منها شويه الميه دي واخليهم على جنب لحد ما ابتدي ايه الرز يستوي. اهم حاجه عندي في الرز ده ان انا اقلبه بشوكه، ما اقلبوش بمعلقه خشب، او ما اقلبوش بحاجه تكون تكسر الرز معايا وتعجنه. فلازم الرز يتقلب دايما بشوكه او بحاجه كده بسيطه، مجرد ان انت تقلب الرز ما تخليهوش يتعجن معايا. كويس. الرز بدأ يسخن معايا كويس. احنا قلنا ان احنا مش هننزل عليه غير لما الميه بتاعتي تغلي او تسخن كويس جدا. واديها كمان ايه، احنا حطينا السكر وحطينا شويه ملح، خلاص هي داخله على غليان. داخله هي على غليان. على ما تجهز معايا اكون انا كمان جهزت وشفت الخلاط بتاعي اللي مش عايز يشتغل ده ليه. بس امتى؟ بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل. وقلنا قبل الفاصل ان احنا هنستنى الاول. احنا صلحنا دي، كان معداوي كان فاصل الكهرباء. حلو. بص اشتغلت اهي، طحنا فيها، الف لحد ما يطحن خالص. بص اللون بتاعه الجميل ده، هو ده اللي انا عايزه. اطمن ان هي اتفرمت خالص. طبعا احنا حطينا بس عليها معلقه صغيره من الخل، وده المعجون اللي انا اشتغل بيه. طبعا بره بيحطوا كمان عليه، عارفين عصير القصب؟ عصير قصب بيديله تست حلو قوي. كويس. هاخد ده زي ما هو كده وهفضيه في طبق، يبقى جاهز معايا للايه؟ للشغل. يبقى احنا كده بنجهز اهو في طبق اهو. بصوا المعجون لونه ايه جميل جدا. ده لون الوسابي اللي احنا هنشتغل بيه. ده طبعا طعمه ايه؟ بص يا ريس، ريحه الفجل فيه وطعم السبايسي اللي موجود رائع. خلاص كده يبقى انا كده ادوق. تقدر تدوق الشطه دي؟ اكسلنت. حلو قوي. ماشي. هاخد هنا الرز، هنزل بالرز اللي احنا غاسلينه كويس قوي على الميه اللي بتغلي. يبقى عندي ميه بتغلي اهي، وهنزل بالرز وابتدي اقلبه لحد ما ايه. بصوا بشوكه يا جماعه، هقلب بشوكه. يبقى عندي الرز كده بالشوكه وهقلب عليه، وهو بيتقلب كده هيستوي. يبقى انا كده الرز عندي بسوي الرز الخاص بالسوشي. والوسابي حلوه قوي يا ريس. انا بحب السبايسي، بس سبايسي، لا سبايسي يعني. تمام. هقلب كده لحد ما ايه الرز اسيبه شويه يبتدي يستوي معايا. وخدوا بالكم كل شويه بقلب بشوكه، ما بقلبش بحاجه معلقه عشان ما يكسرش معايا الرز. هقلبه واحده واحده. تعالوا نراجع بقى مقادير السوشي بتاعتنا ونجهز للشغل بتاعنا. عندنا ورق نوري. تعالوا نقول ايه هو ورق النوري عشان الناس اللي مش عارفه ايه هو ورق النوري. الورق النوري ده طحالب، ومعمول مزارع كامله على الطحالب دي، وموجود في اسيا. بتتعمل مزارع كامله للطحالب، بيجمعوا الطحالب وبيعملوا لها مزارع عشان يعملوا تكاثر للطحالب نفسها دي، وبعد كده يجمعوها وصناعه كامله زي صناعه الورق. زي الورق اللي بيجي لنا كده، بيتعمل ويتجفف، يتفرد ويتجفف، وبعد كده يخش في مرحله تصنيع الثانيه، يتفرم ويرجع بعد كده يخش عليه مواد ثانيه ويتفرد ويجي لنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طب ده مفيد؟ والله العظيم مفيد. كويس. عندنا كمان من الحاجات اللي احنا هنشتغل فيها
السلمون، ممكن تجيب السلمون المدخن وممكن السلمون الني عادي خالص، السموك سلمون او السلمون الني ونشتغل بيه، او سمك عادي ممكن تجيبيه كمان سمك الفيليه تشتغلي بيه لو عايزه. ممكن تسويه تسويه بسيطه وممكن تخليه زي ما هو وتشتغلي بيه على الني. وطبعا هنحط له ايه؟ الوسابي. احنا النهارده هنشتغل جايبين جمبري، جايبين كافيار، جايبين جبنه، نوع من انواع الجبنه الكريمي شهيره جدا وموجوده علب بتتباع في السوق، تقريبا العلبه 200 ل 250 جرام موجوده في السوق. جايبين جبنه شيدر، جايبين خيار والفجل طبعا، وجايبين جينجر افوكاتو، وجايبين الجزر. هنبتدي نقطع ونجهز. وعندي تونه كمان علشان نعمل كام رول كده مختلفين وشكلهم يبقى ظريف. تعالوا بس الاول ايه هنجهز. اهم حاجه عندي الحصيره اللي اشتغل عليها. يعني ايه الحصيره؟ الحصيره دي في حصير، بصي عشان ما تعبكيش ما تروحيش تجيبي الحصيره الخاصه بالايه؟ بالسوشي لانها غاليه. احنا مش في مطعم دلوقتي، احنا في البيت. هتجيبي حصيره عاديه، بصي الورق العادي ده الحصير العادي. هتروحي عند اللي هم بيبيعوا الادوات المنزليه البسيطه، هتلاقي الحصيره دي في الكبير وفي الصغير. هاتي اللي موجود عندك، بس اهم حاجه تجيبي نوع ما يقطمش، يكون لازم الخرزان الرفيع ده يتلف معاكي كده، وانت بتلفيه يلف معاكي الرول زي ما انت ما عايزه. يبقى ده مهم قوي انه يكون لين ما يكونش عريض. ما لقيتيش دي ممكن تجيبي اللي هي حصير برضو اهي وتلفي عليها، بس هنحط عليها ورق ونلف بيها. هنشتغل على الاثنين واحنا شغالين دلوقتي حالا. يبقى احنا كده الحصير موجود والدنيا عندي موجوده، وابتدي اقلب الرز عشان ما ايه بيستوي معايا. وممكن ازود له ميه على حسب حاجته، بس امتى؟ واحنا شغالين في الاخر. الخلطه بتاعتي الاساسيه للرز اللي انا هضيفها له، هضيف ايه؟ هضيف شويه خل. خدوا بالكم الرز هيبان في الاول. انا عايز الرز لازم يبقى فيه سن التعجينه. يعني ايه؟ يعني لازم يمسك في بعضه، لان انا لو نزعت منه النشا خالص وسويته بطريقه عاديه مش هيبقى مظبوط معايا. انا عايز اسويه بالطريقه الطبيعيه. طبعا ليه؟ هو ليه حله بخار بيستوي فيها. ما عنديش حله البخار، ممكن تسوي بالطريقه اللي احنا بنسوي بيها دي. هدي سنه ميه صغيره. يفضل ان يبقى عندك ميه سخنه دايما موجوده يا محمد. صباح الفل يا شيخ. صباح الفل يا حماده. صباح الفل. الناس كلها منتظرينك في بورسعيد والله عشان يشوفوا الشيخ خالد. جايين ان شاء الله يا محمد باذن الله. انت ايه اخبارك؟ على فكره بقول لك عم رجب بتاع الاقصر اللي كان عمل مداخله معايا، كان من كام يوم عامل مداخله مع الكابتن شوبير وكان بيعيط. الراجل ده يعني انا حاسس بيه صعبان عليا جدا يعني. لا عم رجب ده راجل محترم. وفي نفس الوقت كان عامل مداخله في برنامج بتاع اكل صاحب القنوات، انا بفتن لك عليه بقى اهو. مداخله على ايه؟ على برنامج بتاع اكل على احد القنوات. انا مفيش مشكله يا باشا. عم رجب ده حبيبنا كلنا، يعمل اللي عايزه ومحدش يقدر يتكلم معاه. رد انت يا عم رجب بقى، حق الرد ليك. يرد، انا هستنى رده بقى. حبيبي يا حماده. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله يا شيخ. بتعرف تعمل سوشي ولا انت مالكش في الاسماك الصينيه؟ لا والله ماليش في الصينيه، بس ممكن لو شفتها اعملها. على فكره انا يعني متابع بعض القنوات العالميه، بشوف حاجات بشوفها بعدل عليها واعمل مثلا زيها او قريب منها. هايل يا حماده. المطبخ حاجه سهله يا محمد، مش صعب، ولكن الناس مستصعباه مش عارف ليه. مش انت رايك كده برضو؟ ايه؟ مش انت معايا في الموضوع ده؟ طبعا. هو المطبخ مش صعب، مفيش يعني حاجه سهله جدا. المطبخ سهل صح؟ طبعا. تمام يا حماده. تسلم لي يا حماده، وان شاء الله تبقى ضيفنا قريب ان شاء الله، واجيبك معايا كده ونشوف هتعمل لنا ايه. انت قلت انك هتعمل اكل تاني مختلف، هتعمل شغل بورسعيدي مختلف صح؟ حلو كده. بصوا انا بسوي وهو بيستوي براحته، مش هشيله من على النار الا لما يستوي. خدوا بالكم بعمل رز يبقى لازم هقف جنبيه، ما استعجلوش بقى. هوطي خالص عليه عشان عايز اسويه بالراحه، واقلب كده عشان ما يتحرقش معايا. بصوا الفكره كلها ان انا مش عايزه يتحرق الارضيه بتاعته، فبقلبه بشوكه. قلنا ان انا لما اجي اقلب الرز ده هقلبه بشوكه، ما اقلبوش. طبعا لو انت عندك حله البخار بتاعت الرز الصيني بيتعمل على حله بخار، ليه حله مخصوص. الرز بتاعنا ده عشان يطلع التسويه بتاعته مظبوطه. وقلنا بنديله خل وبنديله شويه سكر، وهنظبط الليله كلها مع بعض بالراحه خالص. بس مستني ان هو ايه يوصل معايا للتسويه اللي انا عايزها هنا. يبقى هو كده شغال. وميه دافيه عندي ابتدي اضيفها له وانا شغال كده، مش زي مش بعمل روزوتو يعني، عشان الناس ما تفكرش ان هو يعجن معايا واعمل روزوتو. لا، انا بضيف له شويه ميه دافيه
وبقلبه بس عشان اظبط التسويه، لان احنا حطينا كوبايتين رز وحطينا معاهم الميه. الكوبايتين الرز دول ياخدوا تقريبا معايا، انتوا عارفين ازازه الميه العاديه اللي هي 400 مللي ميه دي، الكوبايتين الرز ياخدوهم يشربوهم كويس قوي ويظبط معايا التسويه. هنغطي الحله بتاعتنا ونبتدي نجهز. هشغل النار الواطيه خالص عشان الرز بتاعنا ايه يستوي براحته. الرزايه تبتدي تستوي وتديني القوام والشكل اللي انا عايزه. بس هجيب غطا كده اغطي بيه الحله، بغطى الحله كده واغطيها، وطينا عليها النار ونسيب الرز بتاعنا يستوي براحته. والشوكه دي مهمه قوي اللي بعد كده. تعالوا بقى هناخد شويه خياره كده ونبتدي نجهز. الرول بتاعنا قد ايه تقريبا؟ انا هاخد على حجم الرول ده كويس. ممكن خيار مخلل، ممكن الخيار العادي، طبعا منتظر طبعا مداخلاتكم اتصالاتكم بينا. هبتدي اقطع عيدان من الخيار وهشيل القلب ده. بصوا شايفين القلب اللي جوه ده؟ هشيل البذر ده خالص، مش عايزه. انا عايز الخيار نفسه. حلو كده، يبقى انا بشيل خالص البذر بتاع الخيار ده. وممكن تجيبي خيار المخلل اللي هو خيار القشه، بيبقى حلو قوي في السوشي. اشيل دي كمان وابتدي اخد الخيار اللي جوه ده خالص اشيله واحده واحده كده. يبقى احنا كده بنجهز للطبق بتاعنا. والرز بتاعنا شغال على النار، ونيجي نقلبه، نديله تقليبه كده صغيره نشوف ايه اخباره. بصوا هو كده دخل في تسويه. الرز عندنا دخل في تسويه، منظره جميل ولسه هيفلفل معايا وهيبان معايا. مش عايزه طبعا، انا عايزه يديني شويه كمان، نسيبه يكمل سوا. وابتدي اجهز انا ده. هبتدي اقطعه كده قدام. كابوريا كمان، لو عندك كابوريا، اصابع كابوريا بتبقى جميله معاه. هقطع دي عيدان ونجهز. يبقى احنا بنجهز الطبق بتاعنا براحه خالص اهو زي ما انتم شايفين. احنا هنعمل الحلقه بتاعتنا النهارده وهنعمل لكم حلقه تاني هيبقى فيها تنبوره. ايه هي بقى التنبوره؟ هنجيب الجمبري ونعمل التنبوره مع بعض. في تنبوره بتتباع جاهزه، لكن احنا هنعملها مع بعض عملي هنا. تتعمل طبعا من البيض والدقيق وشويه نشا، ليها خلطه ظريفه نعملها مع بعض باذن الله. هجيب طبق، يبقى انا كده بجهز. والاصابع اللي عندي دي مش هاخدها بالطول ده، ولا اخدها نخليها بالطول ده يا ريس؟ نخليها حقها ناية يا ريس، انا ما اقدرش اقول لك لا. انت هنا تقول اللي انت عايزه. ادي دي، وهجيب كمان الافوكاتو هقشره. ده مهم قوي كمان، طعمه بيبقى جميل عندي. هجيبها كده تكون مش طريه قوي ومش ناشفه قوي. نقشر خالص منها القشر. وبعد ما اقشرها هبتدي اقطعها برضو عندي. واجيب كمان عندي الجينجر موجود، وعندي الجزر عشان الالوان. اهم حاجه اللعب بالالوان في الايه، في السوشي. حلو كده. محدش ينسى الرز بتاعنا اللي احنا بنجهزه. الرز بتاعنا على النار بيستوي، نار شغاله زي الفل. شغاله يا ريس، انت شككتني في نفسي. هبتدي اخد دي، هنشيل البذره اللي جوه. كلام جميل. وابتدي اخد ده اقطعه بقى. اشيل اللي جوه ده، وهاخد دي شرايح. يبقى عندي كمان افوكاتو، ده بيتعمل بيه السوشي، بيتعمل بيه طبق لوحده. احنا هنعمل كذا رول، وكل رول لوحده حاجه لوحدها. ماشي. هنخلي دول عشان هنقطعها تقطيعه تانيه جميله. بس امتى؟ واحنا بنطلع الطبق بتاعنا هنعمل بيه طبق لوحده. سيبك من دي خالص، مش عايزينها. الصحيه دي، صحيه المعلقه دي يا ريس.
بقى معداوي برضو صح؟ طب انت جبت معداوي النهارده ليه؟ شايف يا معداوي بيقول عليك؟ معداوي يا عم، معداوي ده راجل عسل يا عم، ما توقعش بيني وبينه. هاخد كده شرايح رفيعه، هجيب سكينه مشرشره وهقطع شرايح رفيعه واحنا بنرص السوشي. يبقى انا كده مجهزها واجهز حاجتي كده واشتغل بيها. تعالوا نبص على الرز. شيف اسلام. الو خالد، ازي حضرتك؟ ازيك يا شيفو؟ الحمد لله يا شيخ، ازي حضرتك؟ انت ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله زي الفل. انت اخبارك يا شيخ؟ شيف اسلام اللي كان معايا. ان شاء الله يا ريس. ازيك يا وس؟ الحمد لله يا باشا، انت اخبار معاليك؟ الحمد لله حبيبي. شيخ شكلك بجد الله ينور على حضرتك والله بجد. شكلك اجازه النهارده. والله. اجازه ولا استقلت يالا؟ لا اجازه يا باشا والله. اجازه 100 100. انا لازم حضرتك قاعد اتفرج على البرنامج، لازم ناخد اجازه طبعا. وانت ايه اخبارك يا جميل؟ الحمد لله يا شيخ والله. انت اخبار حضرتك؟ الحمد لله الدنيا تمام معاك. تمام والله زي الفل حضرتك. انا كان ليا الشرف الظهور في البرنامج مع حضرتك والله. حبيبي الشرف لينا، انت اللي شرفت وشرفتنا وكنت موجود معانا ضيف. انا بجد بشكر حضرتك على الاكلات الجميله اللي انت بتعملها لنا دي. تسلم يا حبيبي، كتر خيرك. شيف اسلام انت اللي شرفت يا شيف، وفوق راسي ودايما دايما ان شاء الله في تقدم يا حبيبي. شكرا يا وس على اتصالك. بجيب صينيه كده او حاجه وهبتدي اطلع فيها الرز. يبقى الرز بتاعنا بعد ما استوى هاخده كده اهو زي ما هو اهو عندي اهو، هبتدي افرشه في حاجه كبيره شويه عشان اهويه. يبقى الرز لازم ايه؟ لازم اهويه كويس. طب ههويه بس؟ لا مش ههويه بس. بصوا هعمل ايه بقى. خلاص الرز كده، فاكرين احنا قلنا في شوكه، الشوكه دي موجوده. هبتدي اهوي الرز كده وهاخد عليه الايه؟ الخل والسكر. ممكن تعمليه ابيض زي ما هو من غير ايه؟ من غير الصويا. لو انت عايزاه ابيض خالص من غير الصويا مفيش مشاكل. عايزاه الخل تديله سنه صويا صغيره زي ما انا مديت كده، هيديكي لون حلو وجميل. وابتدي اقلب وهويه. يبقى بقلبه كده وبهوي الرزايه بتاعتي حلو وادوقه، اشوف كده الطعم ده مستصاغ بالنسبه لي ولا لا. يبقى اول حاجه انا بعمله وادوق الرزايه، اشوف كده الطعم ده حلو بالنسبه لي ولا الطعم ده كده فيه سنه. عايزاه ابيض خالص يبقى ما تحطيش عليه الصويا. يبقى الرز لو انا عايزه ابيض خالص ما احطش عليه الايه؟ الصويا. لو عندي شويه هجيب شويه صغيرين، ممكن اعمل نبقى عندنا اللونين، اللون الابيض وعندنا الرزايه دي. هاخد بس شويه كده من الحله اللي فاضلين. يبقى عندي الرز اللي خد سنه صويا وعندي شويه رز تاني ما خدوش صويا صوص. هاخد عليهم ايه؟ شويه خل ومعاهم شويه سكر. يبقى خل وسكر اهو من غير صويا صوص. واقلب دول مع بعض كويس قوي. نجيب معلقه تاني واقلب الخل والسكر ده مع بعضه كويس قوي كده. وهاخد منهم شويه صغيرين، شويه خل مع السكر كده هنا اهو واقلبهم. يبقى كده ده الرز الابيض اهو. لو انا عايزه ابيض، لو عايزه بالصويا مفيش مشاكل خالص. هبتدي افرشه كده في جناب الطبق عشان يبرد معايا كويس. يبقى كده خد سكر وخد الخل وده كمان، وابتدي اهويه. اهم حاجه بقى المرحله اللي جايه دي هي دي المهمه، ان انا الرز كده بهويه كويس وبيتهوى معايا. ابتدي اجيب حاجه اهويه بيها. ايه رايك؟ انا هجيب دي. انزل انزل، مش نافعه دي، يبقى دي. قلت لها تجيب المروحه اللي معاها، مش عايزه تدهاني. ههوي كده على الرز. التهويه دي مهمه قوي، لازم الرز يتهوى عليه. بعد ما تعمليه حطيه قدام المروحه. اسيب الرز ده قدام المروحه شويه وهويه، وكل 5 دقايق تهويه اروح مقلبه تقليبه صغيره. عشان ايه؟ اطلع الحراره اللي فيه كلها. يبقى انا كده دي اهم خطوه عندي. انا حطيت عليه الخلطه بتاعتي وظبطت الدنيا وبدات اهوي على الرز كويس جدا لحد ما يبرد. لحد ما يبرد عندي. يبقى انا ما ينفعش اشتغل بيه الا لما ايه؟ الا لما يبرد خالص. نقلب تاني شويه. بصوا هيبتدي يفك من بعضه. يبتدي بقى ايه؟ يبقى الرزايه مفلفله اكتر وانا بقلبها كده.
هقلب الرزايه بتاعتي. الله عليك. يبقى انا بصوا كل ما اقلبه هيطلع بخار اكتر. طبعا ممكن تحطيه في حله او في بوله وتخليه في جناب الحله، هياخد يتهوى طبيعي. لو انت ما عندكيش ايه، ما عندكيش حاجه، حطيه قدام مروحه. طبعا كلنا عندنا مروحه. عندك مروحه؟ ما عندكيش مروحه، ماشي حلو كده. هات مروحه العربيه بتاعتك يا معداوي. هنهوي عليه لحد ما يبرد. برد الرز تماما. هتجيبها؟ حلو كده. يبقى احنا بردنا خالص على الرز. هنسيب الرز كده جنب على جنب. يبقى احنا كده كل حاجه بنعملها بناخدها كده على جنب. تعالوا بقى نبتدي فكره الرول بتاعنا. احنا قلنا ان السمك اللي احنا هنشتغل بيه سمك ني، صح يا كبير؟ سمك ني. ممكن قلنا نحط عليه جزر، هنحط الافوكادو، هنحط كمان، هجيب خياره. يبقى انا على ما هو ما يبرد عندي تماما، خدوا بالكم الدنيا دي كلها هتتلم دلوقتي حالا يا ريس. هاخد كذا جزرايه، هبتدي اقطعها عيدان رفيعه قوي. عيدان ايه؟ خد بالك عشان دي ناشفه، وانت بتقطع الرول ممكن تخلي الرول معاك يفك. فهنبتدي نقطع ايه؟ عيدان كده رفيعه خالص، عشان السكينه بتاعتنا واحنا بنقطع بيها لازم تبقى حاميه وتقطع معايا الكلام ده. هاخد دي كده، واحده واحده كده بناخدها عيدان. ناخد كمان شويه من دي. هو صحيح شاكر ما جاش النهارده؟ ان شاء الله ان شاء الله تبقى بخير. كلنا ان شاء الله بندعي لها. ان شاء الله عمة شاكر بتعمل عمليه، ندعي لها ان شاء الله ان ربنا يقومها لنا بالسلامه. هو شاكر لو يبطل يضايقني كان يبقى كويس قوي. ما هو اكل الفراخ كلها امبارح صح؟ شاكر لوحده برضه؟ اقول يا عمرو ولا بلاش؟ شاكر. طب انت ايه رايك في الفراخ امبارح؟ يا نهار ابيض. شاكر اللي حكى لك. ها حلو كده. يبقى احنا واحده واحده كده. والله احنا ما بنسيحش لبعض ولا حاجه. انا بسيح لك يا عمرو خالص. كلام جميل. شاكر اللي بيتصل، طب ابعته يلا. كلام جميل. واحده واحده كده هبتدي اخد كمان فلفل. ده لون، حطي فلفل لو انت عايزه تحطي الفلفل الاحمر الشيلي ماشي، مش عايزه مفيش مشاكل. هو كفايه قوي الوساب اللي احنا هنحطه. هاخد كده شرايح برضو عشان يبقى عندي الوان في الرول اللي احنا هنعمله. طبعا انا كل ده بعمل كده عشان تكون بردت عندي الرز، يكون برد تماما. هاخد دول كده هنا مع بعض ونخلي دول مش محتاجينهم دلوقتي. والجنجر هجيبه معاها هنا. والحاجه اللي انا مش محتاجها ارفعها فين؟ عشان عمرو ايده تقيله وبيضرب. هرجع بدول ورا دلوقتي وتعالوا نبتدي نشتغل. هنجيب ايه؟ السمك بتاعنا. لو عندي سمك ماشي، عندي جمبري ماشي، اي نوع عندي هيمشي معايا وهيبقى زي الفل. واجيب كيس، اي كيس بلاستيك عندي، يفضل ان يبقى فيه عندي كيس بلاستيك او على البتاعه نفسها، بس لو حطيت ورق يبقى احسن. اشوف الكيس فين. انا كنت قايل لك عايز كيس يا ريس، جبت لي كيس؟ شاكر بعت لي كاس. اهو يا ريس. دي انا كده كده هشتغل بيها. دي الاكياس بتاعتي، سهل ان انا اشتغل بيها مفيش مشاكل. حلو كده. هاخد دي بعيده اهي، والكيس عندي هحطه على البتاع اللي انا هفرش عليها واللي هشتغل عليها. وتعالى بقى نبتدي نشتغل. فاكر الخل بالسكر اللي انا حطيت عليه شويه خل؟ الناس قالت هيترمي، صح؟ مفيش حاجه عندنا بتترمي يا ريس. هجيب ورق النوري بتاعي اللي انا هشتغل بيه، وبلانشه تانية جنبي، واشوف الحجم اللي انا هشتغل بيه. هقيس دي كده، يبقى ورق النوري ده كبير، هقص منه شويه. السكينه بتاعتنا الجميله ونقص شويه من ورق النوري. يبقى اهو بقص من على ايه؟ في خط كده في ورق النوري، يفضل انت تقص من عليه او بالمقص، يا اما سكينه يا اما مقص، مفيش مشاكل خالص. وهاخد دي هنا اهي، يبقى كده في بلاستيك وحطيت ورق النوري.
هنبتدي مع بعض نركز بقى في اللي احنا بنعمله ده. اشيل دي يا ريس ولا اخليها؟ الف عليها، نلف عليها. حاضر. هجهز كده خلاص. الرول بتاعي موجود. نشوف احنا هيرول في انهي اتجاه. كده حلو وكده حلو، الاثنين حلو. وزي ما بيقولوا رول على رول ايه؟ ما يلفش يا مان. هاخد شويه خل او ميه دافيه. هاخد خل بصويا كمان احلى. الخل اهو عشان اطري الورق ده يشتغل معايا. سنه خل صغيره كده، خل او ورق او ميه دافيه. الميه بتاعت الرز اللي انا عاملها مع الخل كله مع بعضه كده، ممكن المع بيه الورقه دي، اطري بيها ورق النوري اللي هو الورق الطحالب اللي احنا هنشتغل بيه. طبعا الخل بالسكر ده هيديله كمان طعم، يبقى انا كده بزود الطعم الجميل اللي انا بشتغل بيه. ابتدي اخد الرز. الله عليك، شايف الرزايه بقت جميله. هاخد كده الرز هنا اهو. واحده واحده كده يا ريس، براحه عليا. هو مش شاكر موصيك عليا يا ريس؟ موصيك عليا صح؟ بصوا بفرش كده طبقه رز. طبعا الرز السكر مع الخل بيدي طعم جميل للرز بتاعنا ده. الناس اللي بتحب السوشي بتحب تاكله جميل جدا. منتظر طبعا اتصالاتكم ومداخلاتكم. بدهن كده وبفرش الرزايه بتاعتي. بعد ما فرشت الرز ممكن احط اللي انا عايزه بقى. هاخد انا هنا خيار، قلت لك طويله، قلت لي لا خليها زي ما هي. ماشي. وهاخد جزر، واحده فلفل. ده طبعا رز مش هحط فيه اسماك، فمش محتاج احط وسابي. لو عايزه تحطي وسابي حطي، مفيش مشاكل. هاخد مع الخلطه بتاعتي الجميله اللي انا بحطها دي شويه كافيار، حلو كده. وتعالوا ايه، امسك بس اولها. ايوه، واضغط كده. بسلمها بس كده تسليم اهالي، واضغط ضغطه كمان والف. وابتدي الفها واكبسها كويس وافردها تاني عشان اشوف هي وصلت لحد فين. كلام جميل. اسحبها كده في الاول واخد الف عليها. طبعا الكيس ده كبير شويه بس هوريكم هنعمل ايه. هبتدي اضغط عليها كده. همسك اول الورقه وادورها بقى. ادور الورقه يا ريس. حلو كده. وافك دي وكده. ده اول رول اتعمل عندي. هسيبه بس يشمع شويه. هنجيب طبق ونرص فيه ونسيبه ايه يشمع شويه صغيرين. الطبق بتاعنا اهو. ارفع الرول ده هنا كده يشمع بس سنه صغيره. وتعالوا نعمل غيره. يبقى ده كده ايه هيشمع. وهبتدي بص دي القطعه الصغيره دي واحنا بنسحب واحنا بنرفعه دي سهله جدا ان احنا نغطيها. وهقول لك هنغطيها ازاي عادي يعني، ما تشغلش بالك يا ريس، حاجات بسيطه. هبتدي اجيب مقص احسن واقص بيه ورق النوري. يبقى احنا كده لفينا اول لفه. فاتوا كتير النهارده شاكر. ها بجد فاتوا كتير صح. طبعا. تعالوا بس الاول ايه هناخد الورقه الثانيه. خدوا بالكم من عدله الورقه، لازم الورقه تبقى عدله عندي. وعلى ما اجهز عشان اقطع هروح انا جايب شويه ميه بخل. اسخن بس شويه ميه بخل لان ده انا محتاج قوي ميه سخنه.
في التقطيع ميه دافيه كده بخل، عشان لما نيجي نقطع تبقى جاهزه معايا السكينه بتاعتي تقطع ما تعملش معايا مشكله. يبقى كده اهو، والخل بتاعنا موجود اللي هي الميه بتاعت الرز. كويس. هاخد دي زي ما هي. هجيب ايه؟ نجيب ايه يا ريس عليها؟ ناخد ايه معاها؟ نعمل رول ظريف شكله حلو. هاخد رز ابيض. ناخد ده الاول. ناخد ده كده. احنا ما دهناش يا ريس، بس الرز ده يطري. ما الرز ده يطري ليه بقى؟ عشان الرز فيه ايوه الخل والصوص بتاعنا، فهيطري معايا، فمش مشكله. بس اهم حاجه انك انت لو هتحطي اي ماده تانية تطري شويه الورق النوري بتاعنا. ناخد كمان شويه رز. يبقى الرز ده اولا لونه قافل شويه، او احنا عاملينه بصويا صوص، حاطين عليه سنه صويا صوص صغيره، وده لون حلو وجميل، هيديكي طعم جميل ولون حلو قوي. كلام جميل. احنا عايزين نعمل واحنا شغالين برده شويه ديبنج يا ريس صغيرين، بس خلينا الاول ناخد دي. هاخد عليها ايه؟ سموك. ده انت رزقك واسع. بسحب واحده طالعين معايا 5. هاخد كده قطعه. شوف بقول لك ايه يا محمود. ايوه. الو معاك يا فندم. ازيك يا حوده؟ عامل ايه يا باشا؟ انت ايه اخبارك يا ريس؟ الحمد لله يا ريس. ايه رايك؟ ايه رايك؟ لا سلامتك، انا كنت بستفسر عن عرض كده في التليفون. ايه؟ الو، ايه الحكايه يا محمود؟ اتصل بينا تاني يا حود. حلو كده. يبقى احنا واحده واحده كده لفينا دي. هاخد مع الرول بتاعي اللي انا عامله ده، هاخد معاه ايه؟ بروكلي. سنه بروكلي كده حلوه. واجيب البلانشه بتاعتنا وهقطع بروكلي. يبقى انا هعمل بس لون ظريف معايا جوه. خليك انت كده عندي. وهاخد بروكلي. البروكلي اكون مسويه مسلوق عند البروكلي، وهاخد بروكلي كده معايا هنا كلون اخضر جميل في النص. يبقى انا كده بروكلي بسلقه، وبعد ما اسلقه ابرده خالص واشتغل بيه. حلو كده لحد كده تمام. هاخد مع ده شويه رز ابيض، الرز بتاعنا الابيض الجميل. وهدهن الحروف دي بس عشان تلزق معايا، عشان دي ما طلعهاش الرز، عشان تلف معايا وتبقى سهله اللف وما تقطمش معايا. حلو كده. وهبتدي اخد معاها واحده خيار، فلفل، معجون الوسابي بتاعنا اللي احنا مجهزينه هناخد منه شويه. يلا بقى عشان ايه تبقى مبسوط مني. طبعا انت ده هيعجبك جدا. ها مبسوط؟ يا رب تفضل مبسوط لحد بعد ما تاكل. هلف كده. بص الورق النوري عمل معايا، وابتدي الف لفه كمان وهكبس عليه. هرجع كده. شايف الشكل يا ريس؟ جميل صح؟ هضغط كده وهجيبها تاني، وقلنا ان انا لازم الفها لفه واكبسها عشان وانا بفك وانا بقطعها كده ما تفكش مني. كبسه كمان واجهز، وبعد كده ابتدي ايه اقطع. يعني مجرد ان انا جهزت كده هاي الاخبار زي الفل. حلو. هرفع ده كده كمان هنا اهو. يبقى انا كده جاهز. ده طلع اتخن شويه، الحشوه بتاعته زياده. هشيل الحشوه دي واجهز واقطع انا دول بقى. هنقطع دول. نقطع ولا نطلع فاصل الاول؟ اللي انت عايزه. طب خلاص ممكن نطلع فاصل، الم واظبط دنيتي وارجع نقطع مع بعض الرولين اللي احنا عملناهم دول. انا هكبس الرول ده شويه كمان عشان يبقى
في مقاس اخوه، وان كان مش شرط يعني. كلام جميل. فاصل صغير وارجع لكم نكون جهزنا اللي هنعمله بعد كده. وجبنا الميه السخنه. المخرج بيقول لي ان شاء الله هتتلسع، قلت له مش هتلسع ابدا. شكري اقتلك على فكره. مين شكري بقى؟ شاكر. لا شاكر حبيبك يا عم. ما يعرفكش يعني؟ طيب هجيب انا بس كوبايه تانية احسن، ازاز اهي عشان اقطع بيها. ماشي. هي الفكره كلها ان انا يبقى عندي شويه ميه، شويه خل. كلام جميل. لان السكينه دي لازم لازم هبلها في الميه بخل كده، وهجيب منديل، وكل مره هقطع هرجع لها. بص يا باشا، الله عليك. جاي معايا يا راجل. بص يا ريس، ايه رأيك في المنظر؟ نقطع واحدة كمان. هنمسح كده. اصل انا كنت بتاع سوشي. وعلى رأيي زي ما بيقول ايه، شكل تاني اكلك انت، شكل تاني. ها المطبخ محتاج فاني. انت بتتريق وانا بغني في الفاصل يا سهى. الو. ايوه استاذه سهى، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ انا بخير يا فندم. انت ايه رايك في السوشي؟ لا جميل، حلو قوي. حلو. طب اتفضلي. حلو كتير. اتفضلي معانا. ده حاجه جميله، حاجه جميله جدا ولطيفه، ويا ريت كده على طول. ان شاء الله على طول. وبعدين خلي بالك الاكلات الصينيه كلها من اجمل ما يكون، يعني الحلو والحادق، ودي حاجه جميله عندنا احنا في طاقه مكان. على فكره انا سهى عيد اول اخصائي مصري عربي في طاقه المكان. الله عليك. الفeng شوي الصيني، فعشان كده بقدر الحاجات الجميله دي. طيب ما احنا محتاجينك معانا. خلاص يلا. المخرج بتاعي بيقول لي وانا بغني في الفاصل، فبيقول لي ما بلاش يعني انت موتني من الضحك. اصل انا عمال اغني وبايه بحب وانا شغال كده حتى في المطبخ نعمل جو. لا احلى حاجه، احلى حاجه الطاقه الايجابيه، وحلوه قوي ان الواحد لما يكون بيطبخ بنفس تمام وسعيد بيعمل اكل احلى من كده كمان. لا انا هسالك سؤال، يعني ايه يطبخ بنفس؟ انت على الهوا ولا ايه؟ انا على الهوا يعني، وانا بطبخ بنفس كده اعمل ولا اعمل ايه؟ طبعا. لا تبقى مبسوط. صح. بصي انا هقول لك على حاجه بعيدا عن على نفس، تبقى انك انت مبسوط تبقى سعيد. والواحد المفروض لما يكون سعيد يطبخ اكل كويس، لكن لما مش سعيد ما يقدرش يطبخ اكل كويس. بصي انا كان في استاذ، حتى لو حاطط كل المواصفات الصح. كلامك صح مليون في المية. انا استاذي اللي علمني المهنه راجل فرنساوي، كي دايما يقول لي لما تخش المطبخ لو داخل مكشر اتيتيودك مش حلو، الحلل والاطباق والرو ماتيريال اللي انت هتشتغل بيه بيتاثر بيك، فاوتوماتيك هيطلع الشغل بتاعك وحش. طبعا. حتى لو كررت نفس الوصفه بعديها لازم هتطلع مختلفه، لانك انت اتيتيودك اختلف. ده اكيد، ده صح. اكيد. عشان كده احنا بنحب اكل امهاتنا قوي وبنحب اكل اجدادنا، لانه كانوا بيطبخوا بحب بنفس. صح. بس هقول لك بقى حاجه حلوه قوي عندنا في طاقه المكان. قولي. او الفeng شوي الصيني، ان انت المفروض تقلب الاكل عكس عقارب الساعه. تمام. ايه رايك؟ طب ما انا بقلب عكس عقارب الساعه على فكره. هو دي اهم حاجه. ده على فكره ده مش حلو كمان. ده على فكره ده في كل حاجه الميكسنج، لان قال لك ان عكس عقارب الساعه يعني عكس دوره الارض. ماشي. حتى في الاكل ده. لا صح، كلامك صح مليون في المية. بالظبط.
حتى المضارب لو كمان انت عارف يعني مهم قوي حته التقليب، والواحد يتعود يقلب الاكل عكس عقارب الشاي، تقليب الشاي كمان. لو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. باذن الله يعني اتمنى لكم حلقه حلوه وبرنامج جميل. تسلمي، ربنا يخليك لينا. شكرا على اتصالك، ومنتظر تبقى ان شاء الله في حلقه كده تبقي موجوده معانا. طبعا انا بس بوريكم ايه احنا عملناه، ولفينا رولين، كل رول منهم مختلف عن التاني. وتعالوا نخش واحنا بنقطع كده. كلام جميل. بصوا، معنى ان اللقمه طالعه معايا مظبوطه، التقطيعه مظبوطه، هو الفرد اصلا بياخد 6 قطع. يعني في السوشي يفضل انك انت لما بتيجي تقدمي او تاكلي سوشي بتاكلي 6 قطع بس. هاخد دول خلاص، دول يا ريس. انا رحاب قافله لي الدنيا خالص. رحاب بتتعامل معايا زي ما اكون مثلا ايه يعني فيها رحاب، مش كده يا رحاب؟ رحاب قافله يا باشا، هاتوا لنا حد رفيع شويه. يا باشا دي قافله. بص الشاشه بتاع اللي انا، بص المينيتور مش شايف منه حاجه، قافله المينيتور بتقول لي اذا كان عاجبك. هاخد دول كده. كلام جميل. طبعا دول اللي هيشوفهم من بره المكونات بتاعتهم مختلفه. تعالوا ناخد بقى ايه، هنقطع دول كمان يا ريس. ماشي، هاخد دي، بس هاخد دي كده وهحطها كده معايا كبير. يبقى واحده واحده كده اهو، بقلبها. كلام جميل. يبقى كده اهو دول. وهجيب طبق تاني، نجيب طبق تاني. انا عايز اجيب انا بحب الاطباق السوداء، بس ما خلصت الاطباق السوداء يا ريس. احمر كويس. طب ما انا ممكن اجيب لك طبق اسود. نجيب طبق بس يا ريس. حاضر، ما تضربش يا ريس. هجيب طبق اسود كده اهو، ودي هتبقى محطوطه كده. المهم واحنا بنحط ده، هل بيبقى لوحده؟ باخد معاه شويه دبنج. طب الدبنج اللي انا هاخده معاه، انا هعمل لكم شويه صوص فظاع، بس احنا هناخد ده نوديه، ولما نيجي نحط الصوص هينزل جنبيهم كلهم مره واحده. يبقى كده عندي دول اهو. هرفع ده خالص، وتعالوا هنلف لفه كمان. بس انا هعمل حاجه. شايفين الرز اللي طلع ده الطبيعي ان الخلطه دي ممكن ايه، ممكن ارميها. انا هشيلها كده على جنب، لان انا بستحرم ان انا ارمي حاجه ممكن اعمل بيها فكره قطعه سوشي جديده واحنا شغالين. تعالوا بس هناخد الاول ايه، احنا قطعنا اللي احنا عملناهم الاول، لان يفضل ان انت تقطعي وانت شغاله على طول. وتعالوا نجيب الرز السوشي بتاعنا، وهبل ايدي بالخل. استنى بس نعمل دول يا ريس الاول قبل ما ابل ايدي بالخل والكلام ده. الطاسه بتاعتي سخنت. هجيب في الطاسه اللي عندي دي شويه سكر اهو. يبقى عندي شويه سكر، وعندي الخل اللي موجود ده بالسكر اهو، احط عليه. يبقى شويه سكر، شويه خل. هاخد شويه صويا صوص، بنعمل ترياكي صوص. ماشي، ده الايه، ترياكي صوص. وهسيبه يغلي عندي ويستوي، يقلب قلبه صغيره ويبقى جاهز. وتعالوا احنا دلوقتي هنعمل حاجه تانية، هنعمل رول تاني ظريف. الرول اللي انا هعمله دلوقتي هندخل فيه تونه. هاخد دي، وهاخد تونه. ايوه، حلوه دي، كويس قوي. هحط دي كده العكس برضو زي ما احنا ما قلنا، لازم تبقى العكس. وهدهن دي. يبقى كده في السريع هدهنها واحده واحده كده، وبدهنها عشان تبقى طريه معايا، بس ما خليهاش تطرى قوي، يعني ما تبقاش طريه. بصوا بس مجرد ان انا ايه اتاكد. يا شيماء يا شيماء، والله لو ما قلت رايك لا ازعل. الو، ايه يا ريس؟ واحده واحده كده. هاخد شويه رز. بصوا الرز خلاص برد عندي، اقدر اتحكم فيه واشتغل زي ما انا عايز. هاخد شويه رز اهو. يبقى عندي شويه رز حلوين جدا، وهفرد الرز في ورق النوري. مش كل حاجه بتتعمل بورق النوري، يعني مش شرط الورق النوري يخش في كل حاجه، بس انا هعمل رول رفيع قوي ظريف، وهدخل فيه التونه من جوه.
بس انا قصدي هخلي الرز اللي من بره، الرز ده هو اللي هيبقى من بره ورق النوري من جوه. فعشان كده هعمل ايه؟ بدهن كده الرز دهنه كويسه، وهنعمل حاجات تانية من غير ورق نوري خالص. بس الاول خلينا بس ايه نخلص ده. افرش كده الرز فيه، لحد كده كلام ظريف ظريف كده يا ريس. ماشي، ممكن اقلب دي. طب هقلب دي ازاي؟ هاخد دي زي ما هي كده اهي الناحيه التانيه، وهقشر ده، وتحتيها الحصيره اللي انا هلف بيها، ونلف البتاعه دي خالص. يبقى كده الرز اتحط فين؟ الرز فين يا ريس؟ الرز فين يا ريس؟ هاخد شويه من التونه اصفيها كويس قوي، يبقى تونه اهي. ممكن تحطي جمبري لو عايزه، شويه تونه كده حلو قوي، كفايه قوي التونه دي. هاخد معاها جزر، واخد افوكادو. حلو كده، بسيطه يا ريس كده. ونلف الرول بتاعنا عادي خالص، اكنك ما عملتش حاجه. اعتبر نفسك ما عملتش حاجه خالص خالص، انا عارفك انت طيب. هلف وارجع بيه، واخد باقي اللفه بتاعتي دي، وابتدي اضغط بقى. يبقى كده الموضوع في الظريف والسهل. والف الرول بتاعنا والفه تاني، اهو. شايف الرول عامل ازاي؟ في ابسط من كده؟ هرفع الرول ده اهو زي ما هو، واجي على البلانشة، وتعالوا نقطعه. نبص بس على الصوص بتاعنا. الصوص بتاعنا جاهز. بصوا، مجرد ان هو يسخن ويغلي مع بعضه كده بقى الصوص بتاعي جاهز، جميل جدا اهو، ولا اروع. الصوص بتاعنا عملناه في ثواني، مش محتاج وقت ولا غلبه. هاخد كده السكينه بتاعتي واقطع. تاني، واحده واحده كده. نجيب طبق وننقل فيه. طبق اسود كمان اهو، بس هنغير بقى الاسود بقى يا ريس، ارجوك. بص يا ريس اهي، ناخد واحده كمان. هنقطع الرول كله، واقطع دي كمان بالراحه خالص. نقطع دي كمان. طبعا الرول فيه افوكادو، فيه تونه، فيه كل حاجه ممكن حضرتك تتخيليها. يبقى كده ده الرول بتاعنا، عملناه سهل. ارفع، نجيب بقى طبق بقى لونه احمر بقى ولا حاجه بقى. مش كده يا ريس؟ مش انت عايز طبق احمر؟ حاضر. رأي يا عم رجب. عالمي عالمي عالمي، حبيب قلبي يا عم رجب، مستنيك من امبارح يا عم رجب. ايه اخبارك يا عم رجب؟ عم رجب، عم رجب قال لي عالمي ومشي. مستنيك يا عم رجب. شكلي في حاجه عندي في التليفون. شويه الصوص بتوعنا دول كده، وانضف بتاعتي راحه خالص. الصوص ده جميل جدا، تاخدي منه ترياكي صوص ده حلو قوي، تاخدي منه على في النص بينهم اهو. كلام كده بسيط وجميل. وتعالوا نعمل ايه؟
ممكن تعمليه بعسل اسود مع الصويا صوص وشويه خل صغيرين. واغير الجوانتي بتاعي ونشتغل تاني، نبتدي من اول وجديد. احنا عملنا حاجه النهارده يا ريس؟ عم رجب يا عالمي يا شيف خالد، بقول لك يا عالمي والله. تسلم لي يا عم رجب، كتر خيرك. والله تسلم 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 بصراحه يعني شيف رقم واحد يا عم. الصراحه انا اتفرجت على الشيفات كلها. الله يخليك يا عم رجب. الشغل اللي بتعمله ده يثبت لي انت شيف رقم واحد بصراحه بما يرضي الله يعني. الله يخليك. وربنا هيزيدك كمان وكمان وكمان، لان انت بتعمل حاجات بصراحه يعني حاجات غريبه والله. ليه بس غريبه يا عم رجب؟ ده احنا بنسهل الموضوع، ما بنعملش حاجه صعبه. والله النهارده فتحت نفسي للمحشيات وفتحت نفسي لكل حاجه بصراحه يعني. هتاكل سوشي يعني يا عم رجب؟ يا سلام، ده انا ناديت على منى قلت لها لازم تعملي لي الحاجه دي النهارده. تعملها؟ اوعى يا منى ما تعملهاش لحسن عم رجب ممكن يرحلنا كلنا من مصر. وعايزين حالك والنبي يا شيخ، يا شيخ باذن الله المحشيات والنبي يا شيخ. هنعمل ده، احنا هنعمل كمان، احنا قلنا هنعمل يوم للاكل الصعيدي ويوم مشاوي هيبقى عالمي. هنعمل يوم مشاوي حلو قوي قريب جدا، واعمل لك كل انواع الضلمه او المحاشي اللي موجوده. تحت امرك يا عم رجب. ربنا يبارك لي فيك، وبشكر بصراحه فريق الاعداد بتاعك كله بالكامل. تسلم يا عم رجب، كتر خيرك والله، ورئيس القناه وجميع العاملين بالقناه اللي في سي، وربنا يزيدكم كمان وكمان يا رب. يا رب يا رب، وانت دايما معانا يا عم رجب. شكرا ليك يا عم رجب وشكرا لاتصالك. تعالوا بقى ايه، هاخد شويه من الخل. فين الخل بتاعنا؟ اهو مكان الخل بالسكر ده. هاخد منه شويه صغيرين في ايدي كده، وهاخد قطعه ابتدي الف الرز كده مع بعضه، اكبسه كده مع بعضه لقمه واحده كده لحد ما ياخد الشكل اللي انا عايزه، وهخليها هنا. حلو كده، يبقى كده عملت الرزايه. هاخد واحده كمان سنه خل صغيره في ايدي، واخد كده حته وابتدي ايه، اخد القطعه اللي انا عايزها. بصوا الرز اهم حاجه ان هو ما يبقاش معجن واقدر اشتغل بيه، يعني الحبايه كده تبقى ماسكه نفسها. وهي الفكره كلها في الصويا صوص والخل اللي احنا حطيناه، ان هو يمسك اللقمه بتاعتي اللي انا بعملها. طيب كلام جميل، هنعمل ايه في ده؟ هقول لك دلوقتي هنعمل ايه حالا. يبقى انا كده هعمل بس كام واحده عشان الطبق الجميل اللي احنا هنعمله. يبقى كده السوشي بتاعنا قلنا ازاي نقدمه، وقلنا فكرته سهله. بنعمل كفته، ايه رايك يا ريس تيجي معانا؟ حلو كده، اخد كمان واحدتين. احنا عندنا ايه اللي ما اتعملش؟ الفيلادلفيا. لسه عايز اعمل الجبنه بتاعتنا الجميله، الجبنه الكريمي، نعمل منها ايتم حلو قوي يعجبك دلوقتي حالا. بس الاول اخد دي زي ما هي كده. هعمل 3 منهم بالجمبري و3 منهم بالايه؟ بالسلمون. ايوه، عشان كده قلت ان انا ممكن اللي يفيض مني استخدمه، ما ارميهوش. احنا قدامنا دقيقه كبير بس الوقت معاك بيجري بسرعه يا باشا. حلو، واحده واحده كده لحد ما اظبط الدنيا. انتظر طبعا مداخلاتكم وشراكاتكم لينا. كلام جميل. بعد ما خلصت دي هنشف ايدي خالص عشان اعرف اشتغل. حلو كده، اشيل خالص دي. تعالوا نجيب صحيه. انا مش هقطع حاجه ولا هقطع لو لحقنا. بس انت بتقول لي حاجات بتفاجئني في حاجات كده غريبه يا ريس. هاخد دي كده واقسمها قطعتين. نجيب السكينه بتاعتنا وهقسم دي كده، وهاخد دي واشيل الزياده اللي هنا، واخد دي كمان جنبيها كده. ناخد واحده كمان عشان يبقوا 3. واخد دي كمان هنشيل منها. حلو لحد كده.
طيب بعد كده هعمل فيها ايه؟ هروح واخد دي زي ما هي، هجيب ورق النوري بتاعنا. انا عايز الف واحده بس فيلادلفيا صغيره. ناخد ده كده، فين المقص؟ المقص. ادي المقص بتاعنا اهو، والف واحده كمان. يبقى احنا قلنا ايه؟ عملنا الرز بتاعنا سهل جدا، وبقطع دلوقتي ورق نوري برضو بنفس الشكل الطولي، وهاخد دي تحت كده والف دي عليه والفها من تحت، وهاجي في الحته اللي تحت دي، فين الفرشه بتاعتنا؟ الفرشه اهي، وهاجي اروح لاحم بيها كده من تحت. انا بوريكم بس، طبعا احنا ما بنقلبش اللقمه كده وبنعمل الكلام ده، بس احنا بنقلب عشان انتوا تشوفوا احنا بنلحمها ازاي. وبقت حزام مش ناسف يا ريس. هاخد الطبق بتاعنا، هرفع دول مش عايزينهم تاني، احنا وريناكم بس الفكره. وهاخد دي هنا واحده كمان اهي، والف الف، وهاجي في الاخر عندي سنه كده من الخل عشان تلزق معايا، وهنقل دي كده هنا، وهجيب عليها من فوق ورده تضحك ليه يا ريس؟ هجيب خله سنان الله عليك، ها؟ صح؟ اي خدمه. بيتاكل الورده ده يا ريس، مش هتاخده بعد الحلقه توديه هديه. ماشي؟ هاخد ورده كمان التالتة بس اللي لفها، يبقى سلم لي على، هاخد دي كده الزقها واخدها جنبيهم، ونجيب يا منى. الو، اتصلي بينا تاني يا منى. واحط دي كمان هنا. حلو، يبقى احنا عملنا دول. تعالوا بس الاول عشان الوقت ما يسرقناش، هجيب جمبري، بس هنا بقى الجمبري بيبقى ني، واخد كده الجمبري افتحها وانضفها كويس جدا، واخد منها قطعه كده. يا منى ازيك يا شيخ خالد؟ ازيك يا منى؟ منور الشاشه وتسلم يدك. تسلمي، ربنا يخليك. انت علمتنا كل حاجه حلوه اتعلمناها من حضرتك. الله يخليك يا منى، تسلمي. عايزين مقادير الرز لو سمحت يا شيف تاني عشان نكتبها. ينزل بالرز تاني يا ريس. ومقادير الكيكه الاسفنجيه ونقول بعد مقادير. اذن حضرتك. عينيا تحت امرك. وتسلم يا شيف. تسلمي، كتر خيرك. حلو كده، باخد جمبري، باخد من الجمبري كده، لو جمبري كبير بقطعه كده وبفتح الجمبريه. طبعا الجمبري ممكن تاخديه بلانشيه في ميه لو انت عايزه تسخنيه، لكن ممكن يتاخد زي ما هو كده. بس هنا بقى هعمل ايه؟ هعمل ايه يا ريس؟ هنا هروح مديله حبه وسابي كده عليه، وبقابلني لو كلته. هتاكله؟ ها؟ طيب ايه اللي بيحصل؟ نشيله يا ريس. هاخد كمان ورقه خضراء هنا كده على الوسابي، زهره كده خضراء ظريفه. حلو، وهرفع ده، يبقى ده كده خلاص جاهز. تعالوا بقى ايه، هنلحق نعمل رول كمان يا ريس. رول واحد، سيبني لبكره الله يخليك يا عم حزنبل. تعالى بقى هقول بس الفكره يا ريس. يعني احنا قدامنا قد ايه؟ هتطلع فاصل ولا نرجع ولا نشتغل على طول؟ طيب على ما نطلع فاصل واجهز الترابيزه بتاعتي وهلف رول بالجبنه دي وهرجع نقطعه مع بعض بعد الفاصل. انتظروني، محدش يروح اي حته.
ورجعنا لكم بعد الفاصل، وقلنا قبل الفاصل احنا شرحنا كل الرول اللي احنا عملناه ازاي. هاخد هنا ورقه نوري وخدت عليها شويه من الرز اللي موجودين عندي، وبدات ادهنها كويس جدا بالرز. وبعد كده فاكرين انتوا لما قلبناها هنقلبها تاني المره دي نفس القلبه هي. وانت قلبك مات عليا يا عمرو، بند عليك مش عايز ترد عليا، ماشي. هاخد دي، شايفين الدنيا الشكل عامل ازاي؟ هجيب الجبنه الكريمي بتاعتي حطيتها في كيس، وقلنا ده نوع جبنه ظريف جدا موجود. هاخد منه شيت كده والتاني، حلو كلام كويس. وهاخد الافوكادو بتاعي وانا شغال معاه، هاخد فيها خياره في النص، وواحده فلفل شيلي في نص الجبنه كده، كلام جميل. وهبتدي اخد الرول ده بالراحه زي ما هو كده، مش هحط فيه حاجه تاني. الفه بس براحه خالص. لفيت الرول ده كده جواه جبنه، والجبنه دي من انواع الجبن الحلوه جدا. هضغط عليه ضغطه صغيره، وبعد ما ضغطت عليه ممكن بقى وانا بلفه كمان اديله ايه؟ شويه سمسم. اهو انا لفيته خلاص، الرول بتاعي اتلف خلاص وبقى جميل، والرز هو اللي بره. هاخد على الرز شويه سمسم بتاعنا العادي ماشي، او السمسم اللي هو الايه؟ الاسود اللي هو موجود ماشي، من ده على ده اهو. وهلفه فيه، هدحرجه كده في السمسم ده. حلو كده يا ريس؟ مبسوط مني؟ مبسوط مني، وهو ده اللي قلقني يا ريس ان انت مبسوط مني. حلو كده كلام جميل. نقطع بقى عشان ما يقوليش اليوم خلص وانا عمال اقول له سيبني لبكره يا عم حزنبل، وهو قاسي عليا يقول لي ايه اليوم خلص. صدق نفسه ان هو حزنبل. ماشي؟ عم حزنبل. نشيل ده كله يا ريس، ما انت اللي بتقول لي اهو اشتغل اهو. وهاجي هنا ابتدي اقطع. طبعا الجبنه هتبقى جوه رائعه. بص المنظر عامل ازاي، ايه رايك يا ريس؟ بالسمسم، وري له يا رحاب. انت عارف لو ما وريتلكش يا ريس انا ممكن اروح انا اشتغل على الكاميرا. حلو كده، واحده واحده كده بنقطعه. النهارده افتقدنا 2 في حلقه السوشي دي. مين يا ريس؟ شاكر ويسرى. حلو، يبقى كده في احلى من كده يا ريس؟ ممكن بقى كده ايه، اقدر كده بعد اللي انا عملته ده النهارده هسيبكم واطلع الدائري وانا مرتاح. تعالى بس ايه، ناخد بقى كمان التاتش الاخير بقى الجميل بتاعنا. وردايه، هو ده طبق الورد يا ريس. ناخد وردايه من دي جميله كده. اهم حاجه جنب ده بقى، جنب الطبق الجميل اللي احنا عاملينه ده، هنحط ايه؟ هنحط ايه يا ريس؟ الوسابي. الايه؟ قول يا كبير. الوسابي، ايوه سمع، يلا قولها 10 مرات. حلو كده. هاخد شويه وسابي عندي، الخلطه بتاعت الوسابي اللي عندي دي الجميله دي كده اهي في طبق، وتبقى جنب ده تتقدم معاه. واقدر اقول لكم ايه، اخد دي بس اسحب دي كده ودي كده وده في النص بينهم، واقدر اقول لكم بالهنا والشفا. يبقى احنا كده خلصنا حلقتنا النهارده، عملنا فيها اشكال من السوشي. قلنا ممكن نعملها بالسمك الني وممكن نعملها بالسمك العادي، وحطينا شويه ظريفه جدا من الافكار. انت تقدري تعملي اللي انت عايزاه احلى مني بكتير. والافوكاتو ممكن تغطي بالافوكاتو القطعه اللي هي عملناها بالرز دي، ترصي عليها افوكاتو من فوق، بيبقى شكلها حلو، تقطعيه سلايز رفيع جدا. لو كان في وقت كنت عملت. ان شاء الله الحلقه الجايه في السوشي هنعمل افكار تانية، هنعمل التنبوره، هنعمل الجمبري، هنعمل اصناف كتير جدا من السوشي. انتظرونا ان شاء الله الاعاده 5 الفجر، وان شاء الله يوم الاحد اللي جاي ابقى معاكم. شكرا ليكم، السلام عليكم.